ايه اللي بيحصل في تويتر والدراما بتاعت ايلون ماسك اللي مش عايزه تخلص دي؟ وليه في مظاهرات في البرازيل والمشاكل ديت؟ وحجم المشكله دي بقى عامل ازاي؟ وهل فعلا البنك الفيدرالي الامريكي ده هيدخلنا في ركود اقتصادي عالمي؟ وايه حجم الركود دوت؟ وهل الموضوع سهل نتكلم عنه كده؟ وشويه فيديوهات من الصين اللي مش عايزه تبطل حرب على الكورونا بطريقه رهيبه، هنتفرج عليهم النهارده. قبل ما نبدا الحلقه حابب بس اتكلم عن مشكله كبيره الميديا بتعملها، مشكله جوهريه. اي خبر في الاول بنهتم بيه كده وبيبقى ترند وبتبقى مشاعرنا داخله فيه، زي كده الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا. الميديا دي بتلغي انسانيتنا، عمالين نتكلم على القمح والغاز وبتاع، وفي الاخر العيال بتموت. محدش بيبص للعيال اللي بتموت دي، احنا بنبص على الارقام. مأساة. في نفس الوقت بقى الرئيس بتاعهم زيلينسكي ده اللي هيجلطني بيعمل فيلم على نتفليكس دلوقتي مع ديفيد ليترمان، وعاملين منه بقى الشهيد احمد حمدي والبطل، وحاطينه تحت في المترو قال يعني عشان الصواريخ الروسيه ما تضربش فيهم، وده حاجه يعني حموت. مصممين يعملوا من الواد ده بطل وهو اراجوز، يعني مش قادر يعني ما علينا. خلينا نتكلم على الاراجوز التاني، ايلون ماسك. ايلون ماسك ده بيموت في الشو، يحب كده الفرقعه، يعني اراجوز كبير يعني. بيقول ايه بقى؟ ايه اللي حصل موضوع تويتر؟ في شهر ابريل اللي فات ايلون ماسك قال انا عايز اشتري تويتر، وفعلا اشترى حصه 9.2. قالوا له تعالى يا عم اقعد معانا تبقى عضو مجلس اداره. قال لهم لا انا هشتري الشركه كلها. قال لهم انا هدفع 44 مليار عشان اشتري الشركه كلها. في نفس الوقت اللي كان بتحصل المفاوضات على ان هو يشتري الشركه، السوق وقع وسعر تويتر نزل، فقال لهم لا انا هرجع في كلامي، مش دافع ال 44 مليار. قالوا له لا مفيش الكلام ده، انت اتربطت من لسانك، خد يا كبير. وفعلا باعوا له الشركه ب 44 مليار، وهي دلوقتي تسوى 10 مليار، فيعني هو لبس مبلغ كبير قوي. فاول يوم قال لك طيب خلاص انا دفعت الفلوس، طب انا همشي 7500 موظف من اصل 10000، همشي 3/4 الموظفين. وقال له وراح كاتب على تويتر let that sink in، يعني السنك دي معناها حوض. قال لك بقى افهم خلاصه، يعني ده تعبير امريكاني معناه خلاصة الفهم كده، خليه يركز عندك بقى، يترسخ الفهم عندك. وفعلا دخل عليهم شايل حوض عشان كرمز، يعني هو تعبير امريكاني كده. واول يوم راح ممشي سي او والسي اف او، راح مطير يا باشا، وبقى يمشي الناس بميمز، يبعت لهم يعني يخلي الهيد اوف اتش ار بتاعتهم تبعت لهم ايميلات عليها ميم يو ار فايرد. مجنون والمصحف. ما علينا. هو بقى ايه اللي هيستفادوا من موضوع تويتر ده؟ هو كان عنده فكره حاجه اسمها ذا everything اب، وسماها ذا اكس اب، او ابلكيشن كل شيء. ابلكيشن بيعمل كل حاجه. الفكره دي موجوده في الصين، شركه تينسنت دي اللي هي اكبر شركه تكنولوجيا في الصين، عامله فعلا حاجه اسمها وي تشات، شبه الواتساب كده، وهو مزيج ما بين الفيسبوك ووي تشات وابل باي. تقدر تدفع منه، تقدر تعمل بوستات زي على الفيسبوك، وتقدر تتكلم منه زي الواتساب. ابلكيشن فيه كل الخواص دي كلها، سوشيال ميديا. فهو عايز يعمل حاجه زيه كده، عايز يحول تويتر، او يعني احنا لسه هنشوف هو هيعمل ايه، بس هو ده everything اب دي مش حاجه جديده يعني. الشركات المعلنه اول ما عرفت ان ايلون ماسك مسك، قال لك بس بقى يا عم احنا هنطلع منها. وراح قال لك اصل احنا خايفين من ايه؟ من الهيت سبيتش اللي هي خطابات الكراهيه والديسكريمينيشن، عمليات التمييز وبتاع. طبعا ده كلام ملوش اي لازمه، لان الشركات اللي انسحبت فايزر، اودي، فولكس فاجن، اوريو، طقم الشركات اللي اتسحبت دول فضايحهم بالهبل. بس هم انسحبوا ليه؟ لان ببساطه جدا ومن غير اي مؤامره يعني، ومن غير اي حاجه. انا كواحد بيعلن عندك على البلاتفورم بتاعي، بعمل اعلانات، لو انت سمحت بالفيديوهات اللي بتاذيني وبتشتم فيا انها تبقى موجوده على البلاتفورم بتاعك، طب انا هحط اعلاناتي عندك ليه؟ انا راجل عايز هدفع لك مليارات عشان احط الاعلانات دي، فانت تشيل لي الفيديوهات اللي تاذيني. وده اتفاق والبلاتفورمز دي بتعمله، والموضوع معروف يعني، تحت بقى مسمى فاكت تشيك، تحت مسمى هيت سبيتش، سميها زي ما نسميها بقى، اللي هو الاسامي بتاعت الديمقراطيه بتاعت الامريكان دي، كله ده كلام فارغ. الموضوع ده مش جديد اصلا، في حاجه اسمها regulating the cognitive infrastructure، تنظيم البنيه التحتيه للوعي والادراك. السوشيال ميديا دي بتعمل الموضوع دوت، وهشرح الموضوع ده في فيديو اكتر، هعمل فيديو مخصوص عن الموضوع ده. بس هو ببساطه شديده جدا انا ممكن اثر على اللاوعي بتاعك ان انت تاخد قرارات وتفتكر ان القرارات دي بتاعتك انت، عن طريق بس ان انا ارتب الحاجه او اقولها لك بطريقه تخلي قرارك وتفكيرك في الاتجاه اللي انا عايزه. بنشوفها ازاي؟ بنشوفها في السوبر ماركت.
لو رحت انت السوبر ماركت هتلاقي مثلا عندك 10 12 نوع من الزيوت. لو حطيت الزيت مثلا يعني مثلا النوع ده مع النوع ده مع النوع ده بترتيبه معينه، هتلاقي نوع منهم بيتباع اكتر من اي نوع. في كتاب حلو قوي بيشرح الموضوع ده اسمه نادج، بيشرح لك ان ترتيب المعلومات بيأثر على قرارك وعلى اللاوعي بتاعك بطريقه كده اهو. هنبقى نتكلم في الموضوع ده بتفاصيل. بس فهو المعلنين طبعا سحبوا، مش عايزين فضايح، مش عايزين وجع دماغ، قال لك بقى فريدم اوف سبيتش والكلام ده، وراحوا ماشيين. وهو لسه في خناقه دلوقتي، وقال انا هدفع الناس $8 على اي حاجه كده. هو بتبقى انت البلو تشيك دي ان انت حقيقي، يعني لما انت مثلا تبقى شخصيه معروفه، فبيحط تويتر بيحط جنبك كده علامه زرقاء ان انت شخصيه حقيقي معروفه، وان ده فعلا الاكونت بتاعك. فقال لهم يا جماعه عشان تاخد البلو تشيك دي، عشان يبقى جنبك فعلا ان انت فيريفايد يعني حقيقي، هتدفع $8 في الشهر. قالوا له لا وندفع $8 عشان حريه الراي وايه النصب ده وبتاع. قال لهم يا جماعه انا بخسر فلوس، انا لابس في الحيط، يعني ادفعوا $8 في الشهر في ايه؟ هو ده الموضوع بتاع ايلون ماسك يعني. نخش بقى على البرازيل. حصلت انتخابات كبيره ما بين لولا دي سيلفا وبولسونارو. لولا دي سيلفا ده كان رئيس البرازيل في الفتره من 2002 ل 2010، وقعد الفترة دي اتعمل من البرازيل دي اقتصاد كبير جدا وحاجة مهولة، وهو اشتراكي يساري، فساعد العمال وساعد الدنيا وكل حاجة. بس بعد 2010 هو والحزب بتاعه دخلوا في فضايح ودخلوا في قضايا فساد، وبالفعل اتسجن 580 يوم. ورجع في الانتخابات دي عشان يقف قدام الرئيس اللي هو أقصى اليمين بولسونارو، وكانوا قاعد ودخلوا مع بعض في انتخابات شديدة جدا، فرقت البلد، قسمت البلد نصين. ودي سيلفا ده كسب بفرق 8/10، يعني خد 50-8، التاني خد 49.2، فالفرق ما بينهم بسيط قوي. بولسونارو كان بيقول انا لا يمكن اتهزم، وهو بقى راجل عسكري قديم كده ودماغه يمينيه جدا، يعني بتاع شديد كده، قال انا لا يمكن اتهزم وبتاع. فلما طلعت النتائج ما رضيش يعترف بيها، واجل الخطاب اللي هو الكونسيد، ان هو يعترف بالهزيمه. فالمؤيدين لبولسونارو وقفوا البلد ووقفوا الشوارع وبهدلوا الدنيا، والبلد اتقسمت نصين. طبعا المشكله مش بقى، سيبك من الخلافات ديت، لولا دي سيلفا هيمسك الحكم في يناير اللي جاي 2023 خلاص، يعني الانتخابات انتهت والمحكمه صدقت عليها، والنائب الرئيس بتاع بولسونارو اعترف بيه خلاص. فدي سيلفا هيمسك. بس المشكله بقى ايه؟ امريكا هيجي لها وجع دماغ، جالها واحد اشتراكي هيبص للصين وروسيا وبتاع في امريكا اللاتينيه، والبرازيل دي بتقود امريكا اللاتينيه بشكل ما، هي اكبر دوله واكبر اقتصاد، فامريكا مش هتبقى حابه الموضوع ده خالص، لان بولسونارو كان شويه حليف ليهم يعني. نخش بقى على البنك الفيدرالي، رفع ال 75 نقطه او ال1.4% اللي اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت، وتاثير ان هو يرفع. بس الجديد بقى ان احنا كنا متخيلين ان هو يقف عند 4.5، هو اتكلم قال لك لا، الاقتصاد لسه شغال والدنيا لسه شغاله والاسعار لسه بتعلى، فانا مش هبطل ان انا اصعد. معنى كده ان هو ممكن يوصل ل5 و5.5، مش عارفين بقى هيقف امتى. ليه؟ قال لك ليه الاقتصاد شغال؟ قال لك لان الامريكان في السنتين بتوع الكورونا اللي كانت الدنيا مقفوله فيها ديت عملوا مدخرات كتير، فما زالوا بيشتروا، فما زال الطلب عالي على المنتجات، وما زالت في مشكله في السبلاي تشين. شرحنا علاقه الطلب وعلاقه التوريد في فيديوهات قبل كده. فطول ما الطلب بيعلى وطول ما الناس معاها فلوس تشتري، طول ما اسعار الحاجه هتعلى. فهو عايز يوقف القوه الشرائيه بتاعت الناس دي. يوقف القوه الشرائيه بتاعت الناس دي ازاي؟ يخلي الشركات تمشي العمال، المصانع تمشي الناس، فالناس ما بقاش معاها مرتبات تروح تشتري. فاول حاجه يزود البطاله، ويسحب كمان السيوله من الناس عشان يوقف الموضوع. طب عشان يعمل الحاجتين دول بيرفع اسعار الفايده، فكل ما بيرفع اسعار الفايده معناه ان احنا هندخل في ركود اقتصادي. فده بدا يخلي الناس تتكلم عن ان احنا هندخل في حاجه اسمها ركود اقتصادي مؤقت، اللي هو ايه؟ الناس هتمشي من شغلها وبتاع، ارحم من ان الاسعار كلها بتغلى على الناس كلها. بس لو شويه خسروا يعني كم مليون كده يخسروا شغلهم، حاجه عاديه يعني، في مقابل ان الاقتصاد يمشي. انا ما بهزرش، المقالات بتقول كده ان احنا ندخل في الركود الاقتصادي. ان هو دلوقتي معدلات البطاله بتاعته 3.5%، هو عايزها توصل ل 6-7%، يعني 4-5 مليون بني ادم يخسروا شغلهم عشان ندخل الركود الاقتصادي. ده بجد الناس بتتكلم كده. الاقتصاديين دول ساعات بيجلطوني. وحابب اقول لك ان علم الاقتصاد ده، واي حد بيتنبأ باي حاجه قدام، ده زيه بالظبط زي ما علم الابراج، مفيش حد يعرف يتنبأ بحاجه. اللي هو برج حظك اليوم ده، الاقتصاديين بيقول لك هيحصل كذا وهيحصل كذا وعندهم الثقه، ده انا بالظبط كده زي ما بقول لك برج العذراء هيجي له فلوس يعني
الموضوع كده. انا بس بتجلط من المقالات دي، يعني بيتعاملوا مع الناس على انها كده، يلا نقتل الناس، يلا الناس تخسر شغلها، ايه المشكله؟ المهم يعني بيتكلموا عن الركود الاقتصادي مؤقت. طبعا مفيش حاجه اسمها ركود اقتصادي مؤقت، ومحدش يعرف الركود دوت هيقف امتى ولا اي حاجه. ده ممكن ندخل في كساد 10 سنين نتفحت، محدش يعرف. في احتمالات كبيره جدا للركود الاقتصادي. رفع اسعار الفايده بالسرعه ديت على العالم كله، الدولار غالي جدا، ممكن يحصل ركود اقتصادي عالمي كبير جدا. وطبعا كل ان هو يقعدوا يقولوا مؤقت، ده بالظبط كده زي من سنتين لما كانوا بيقولوا التضخم ده فتره ومؤقته وهنقعد حبه. ده من الاخر يعني الموضوع كده. فربنا يستر ان شاء الله ما يحصلش كده، ان شاء الله يبقى في موازنه احسن شويه. بس لازم الاسعار، لازم التضخم خصوصا اللي بيحصل في اوروبا واللي بيحصل في اليابان واللي بيحصل في كل الدول وانجلترا والحاجات دي، لازم التضخم يهدى شويه وهو يبطل يوقف اسعار، يعني تصعيد اسعار الفايده، عشان الدول اللي زينا كمان تعرف تعيش. اخر حاجه عندنا اخبار الصين. المستشار الالماني الاسبوع اللي فات راح زار الصين وما هموش، في رساله واضحه كده وصريحه لامريكا واوروبا: انا هشتغل مع تاني اكبر اقتصاد في العالم رغم انف الجميع، يعني مش هيهمني. وراح اشتغل، وماكرون كان متضايق قوي ان هو ما راحش معاه، قال له انتوا ما خدتيش معايا ليه؟ احنا لازم وحده اوروبا ونروح سوا وبتاع. قال له لا 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 مش الكلام ده. راح لوحده وقعد معاه وعملوا اتفاقات تجاريه والدنيا جميله وانا هشتغل. في نفس الوقت الصين مستمره في حربها على الكورونا اللي بقالها سنتين بطريقه مرعبه. اي بلد كده فيها 50 60 واحد جاله كورونا بيقفلوها كلها، وبيمشوا في الشارع يرشوا بتاع كده ابيض كده اللي هو يعني مش عارف ايه الماده مطهره دي ولا ايه، حاجه رهيبه، وبيقفلوا الدوله تماما. والموضوع ده بيأثر على حركه التجاره العالميه كلها، لان الصين دي لما بتقفل والصادرات بتاعتها بتقفل الناس كلها بتتأثر. وما زالوا مستمرين في الموضوع دوت ومفيش وقوف يعني. مش ولسه بيجينا اهو الراجل بقى طلع قال احنا مستمرين في الحرب على الكورونا. الراجل ده انا خايف جدا من الموضوع ده، بقول له هي الناس دي عارفه ايه عن الكورونا احنا ما نعرفوش بيخلوهم يعملوا كده؟ يعني هم ليه مصرين الاصرار الرهيب دوت بالاسلوب ده؟ عشان خايفين ليه من الكورونا قوي كده؟ مش عارف. ما علينا، ان شاء الله اشوفكم الاسبوع اللي جاي، ويا رب تكون اخبار احسن من كده.